عقد ممثلين من الاتحاد الإيطالي اجتماعا مع عدة لاعبين خلال الفترة الماضية، من بينهم اللاعب الفرنكو الجزائري ريان شرقي، قادما بمحادثات جمعته بممثلي الاتحاد الإيطالي الأسبوع الماضي، وانتهت إلى نتائج غير ملموسة، وهو لم يمنح جوابا نهائيا بخصوص تمثيله للأزوري، ولم يفصل حتى في قرار تمثيله الدولي. وكشفت مصادر خاصة لموقع وين وين بأن ريان شرقي غير متحمس للعب مع منتخب إيطاليا. قال المصدر أن شرقي نشأ في فرنسا، ربى على التقاليد الجزائرية، ولا يوجد شيء يربطه بإيطاليا، حتى أن والده يملك أصول إيطالية فقط ولم يعيش هناك. ريان يحمل الاسم العائلي لوالدته، وهو يبرز بأنه متعلق بوالدته أكثر من أي شيء آخر. وبخصوص تمثيل الجزائر، قال المصدر إن الشرقي الذي لم يرد بصفة نهائية على عرض الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلا أنه يميل قليلا نحو هذا الخيار مقارنة بمنتخب فرنسا، تبعا لما حدث في الفترة الماضية لكريم بنزيما، وللجوء العديد من اللاعبين مزدوي الجنسية إلى اللعب مع الخضر. هذا ما أشعل حماس الجماهير الجزائرية ليلة أمس بعد عناقه مع اللاعب الجزائري فارس الشيبي الذي خرج مصاب للمباراة.